السلام عليكم، الله يعينكم شباب. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بالطبيعه اليوم باش نحكيو على تشكيله المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله اللي باش يلعب بها صبري لموشي اليوم. باش نعطيكم بالطبيعه تشكيله المتوقعه. شكرا لكم على التعليق برجوليه، يعطيكم الصحه اصحابي واخواتي الناس الكل برجوليه. بحلاهم تعليقاتكم، فما اللي ضحكني، فما اللي يسب، فما اللي يمدحني، فما اللي يعارضني الراي، وفما اللي يقشتل فيا. بركه مثال شو نطفي عليك الضوء عادي، فما حتى مشكل. حاسين ويعطيكم الصحه على تعليقاتكم الكل برجوليه. محلاكم برجوليه. راني تعرف شنو وليد نشيخ ياسر على التعليقات بتاعكم. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. الله يبارك كل واحد فهمتني اشترك في القناه. به نتهناو الاولاد. شفتوا تعليقات هذم الكل خاطر البارح هبطت فيديو في الليل. حسيتوا ما تكتبوا في التعليقات وانا اخوكم في سابع نومه. سامحوني. هاتوا نجاوب على تعليقاتكم الكل، الناس الكل. والله كي بداش 200 تعليق 300 تعليق نجاوب عليهم الكل. نعمل ساعه من زمان نحط تليفون قدامي ونجاوب عليكم الناس الكل. باه سيدي نبداو بالطبيعه بالتشكيله. شكون في حراسه المرمى؟ عندكم حراسه المرمى بالطبيعه مهيب الشامخ. باه في الديفونس شكون الطالبي؟ باه جيبوا الطالبي لهنا فهمتني. وشكون اخر؟ عندكم فاليري على اليمين بالطبيعه. وينو العابدي وينو العابدي؟ وين مشى العابدي؟ ايوه العابدي على اليسار. باه شكون اخر معاه؟ شكون؟ عمر الرقيق. باه عمر الرقيق. فوالا. باه في الوسط شكون عندنا؟ في الوسط بالطبيعه عندنا الصخيري. وينو الصخيري؟ عمكم الصخيري وينو الصخيري يا ولدي؟ وينو الصخيري؟ ما جبتوش هاو. باه الصخيري هاو في الوسط. وحنا بعد المجبري بالطبيعه باش يكون على اليمين ولا على اليسار؟ والله ما نعرف على اليمين ولا على اليسار. هو ديما مره يلعب يمين مره يسار. باه وشكون ياخذ معاهم يا اما اسماعيل الغربي او شو اسمه بن سليمان. بن سليمان نجم يلعب زاد لهنا. هاوك فهمتني. باه على لهنا شكون بالطبيعه؟ خليل العياري. ايوه. وشكون ياخذ عندكم؟ اللومي والا فراس شواط. نتصور يبدا بفراس شواط وبعد ينجم يبدل باللومي. فوالا. وعندكم تونيكتي لهنا. هذه هي التشكيله اللي نورمالمون ان شاء الله فهمتي صبري الموشي يهبط بها. اكتبوا لي انتم في التعليقات اذا التشكيله صحيحه غالطه، شنو هو تشكيلتك انت فهمتي، وتناقشوا عادي فهمتي واصحاب وخيان عن طريق التعليقات. داكوردو. باه هذه هي التشكيله نورمالمون ان شاء الله فهمتي صبري الموشي يهبط بها. بالطبيعه باش تتبدل فيها حاجات خاطر ماتش ودي معناها ماتش اميكال باش يجرب فيه ملاعبيه. نتصور انا فهمتي باش يعمل بالطبيعه تغييرات. باه سيدي نبداو ندخل تو في الخنار. باهي التشكيله المتوقعه لمواجهه النمسا. هاو شنو هي التشكيله؟ عندك الشامخ جارديان، فاليري، رقيق، طالبي، عابدي، خضيره، صخيري ومجبري. فوالا هاوك. عندكم لهنا عياري واللومي والعاشوري. هذه التشكيله فهمتي المتوقعه لمواجهه النمسا. باه نشوفوا الخبر اللي بعده. سيدي لو بوت شنو دوت كوم شنو يختار التشكيله المثاليه للمنتخب التونسي في المونديال. انا باللي ريت مستوريه لا زيت باش نتحكي عليها. لا ما نتصورش ما يهبطش بها مستحيل. باه نشوفوا الخبر اللي بعده. سيدي صبري لبوشي الفريق اللي باش يواجه النمسا باش يقرب لتشكيله المونديال. التشكيله اللي باش تهبط بها اليوم باش تقرب ياسر لتشكيله المونديال اول ماتش في كاس العالم. باه نشوفوا الخبر اللي بعده. علي العابدي تفادي نيس الهبوط يخليني نخدم باقل ضغط وجامعه وقفت معايا في مشكلتي. ونحن دخلنا فيه. تعرف شنو؟ انا واحد من الناس الفيديو ما نعرفش انا 3 فيديوهات قبل دخلت في علي العابدي فهمتي دخلت فيه دخله مزمبره حاسيل. بعد فهمتي طلع خطيه قدمت الاعتذار. بعد دخلت في الجامعه والجامعه طلعت خطيتها وش اسمه وجمعيه نيس زاد كيف طلعت خطيتها. حاسيل شكون غلطين؟ احنا غلطين من الاخر. والله يهدي الاعلام تاعنا اللي انا مدخلني انا في حيط خاطرني كيفكم قاعد نتبع في الاعلام التونسي اللي شنو يقولوا نجي نقولوا انا في القناه وقت اللي هما يغلطوا اوتوماتيكمون انا باش نغلط معاهم. الله غالب. باه نشوفوا الخبر اللي بعده. جدول مباريات الجولات الثلاث لدور مجموعات بكأس العالم. اسمعوني الولاد، تعرفوا انا فاش قاعد نشوف انا تو فاش قاعدين تشوفوا في هاو منتخبات. ما انا تعرف فاش قاعد نشوف كي نشوف الليسته هكا نشوف اللي الناس الكل سلكتها الا تونس. نشوف الناس الكل طاحت في مجموعات سهله الا تونس. نشوف ما نعرفش انا الناس الكل فهمتي المأموريه سهله الا تونس عندها مأموريه صعيبه على الاخر. كل شيء فهمتي راه فيه صعيب. كي راه انا هكا 3 تصاور هذوم هاو في جرة بعضهم. راه الناس الكل امه لا اله الا الله الكل سلكتها بالمنتخبات الكبيره بالبرازيل بالفرنسا ارجنتين. الناس الكل سلكتها الا منتخبنا احنا الا تونس. هكاك ما نعرفش نشوف فيها هكا التصوير نقرا فيها هكاك كهو. باه نشوف الخبر اللي بعده. وهذا بعد انتهاء فترة إعارته مع لوكسمبورغ. شكون؟ اسماعيل الغربي يعود لسبورتينغ. كاو يزيك خويا يزي فيها البركة. يزي العملة الكلبة اللي عملتها في روحك. يزي يا معلم 12 ماتش ما لعبتش ولا عام كامل لعب فيه ماتش كهو.
يزي فيها البركه خويا، ارجع لجمعيتك فهمتني، وان شاء الله تكون تيتولير، وان شاء الله تكون كاس العالم هي فهمتني ترجعك تيتولير فهمتني لجمعيتك ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الكيب ناسيونال تكر عليك بالحاجه الباهيه كيما خاطر انت تفكر راهو اسماعيل الغربي كان متردد ما ننساش راني ما تساوش عاد مانيش قاعد نلوم فيه ولا حاجه، لا 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 بالعكس، لا تو حصل ما في صدور رجال المنتخب الوطني التونسي مرحبا به على الراس والعين. اما نحكي لكم معناها قبل كان متردد شويه وقت اللي كان في تومبكو، كان متردد شويه قال شنو فهمتي فماش ما ايكيب اخرى فهمتي تهزني شنو، ما نبداوش نكذبوا على بعضنا، كلامي صحيح ولا غلط شنو. اسماعيل الغربي كان متردد من الاول. باهي ان شاء الله خويا ليكيب ناسيونال المنتخب الوطني التونسي يكون هو السبب في ما نعرفش انا في تمشي معناها جمعيه قويه تولي تيتولير في ليكيب نتاعك حسيل ان شاء الله فهمتي يرجع عليك بالايجاب. باهي نشوفوا الخبر اللي بعده. ايام معدوده تفصلنا على المونديال، احساس غريب كانه ماناش مشاركين اصلا. شكون هذا؟ احمد بريش، هذا صحفي احمد بريش، لا شهرات لا متابعه جماهيريه. خليه خويا خليه كيما قال لي شنو عرسي والله عرس بسكيت خليه خويا بسكيت مثالش ما حسناش خويا لا بالشهرات. وفروا فلوسكم، خليوا فلوسكم عندكم انتوما، خلي خويا تمشي بسكيت مثالش خويا، يحسبنا ماناش مشاركين في الكوب دي موند، خليها هكاك فهمتني قاتلين الغرزه مبيتين الحس، لا تطلع لك اريد ومن غاديك تعمل لك فهمتي في كليب، والاخرى من غاديك تيليكوم تطلع تعمل لك كليب ولا لا لا خليها بسكيت خويا، خليها بسكيت فهمتني. ما تعرفش عليك ساعه سكيت هذاك ينجم فهمتي يطلع منه حاجات عمركم ما تصوروها في مخاخكم. خلينا خويا خليها في السكات، الله يرحم والديك خويا، راني نعارضك الراي احمد بريش لا خليها بالسكات ميسالش كاو. باه هنشوف الخبر اللي بعده. يا ستار تستر هذا هو موجود. باه المدرب التونسي شنو قال لكم؟ سامي تربلسي على قنوات بين سبورت اكثر القنوات المشاهده في العالم، معناها هو عنده بوفوار قويه. تو سامي عوجها موجود في قناه عندها بوفوار قويه، وقت اللي يقول كلمه توصل للعالم الكل. اسمعوا شنو قال نورمالمون. تو انت قبل ما تقرا الخبر شنو تتوقع في مخك؟ يوصل حاجه باهيه للمنتخب الوطني التونسي. باه خلينا نشوفوا عمي اسمه سامي عوجه شنو عمل. المدرب التونسي سامي طرابلسي على قنوات بين سبورت: اتمنى للمنتخب المغربي ان يقوم بكاس عالم مميز لتسهيل الكره الذهبيه لاشرف الحكيمي. يا الاولاد وينكم الاولاد؟ معايا الناس الكل حل يديك، حل يديك وادعي ربي، ادعي ربي يخلي المغرب تعمل كاس عالم باهيه وباش نسهلوا الكره لاشرف الحكيمي. الجماهير التونسيه، تونس الكل، توانسه الكل، مدوا يديكم ربي وبداوا ادعيوا للمغرب وادعيوا لاشرف الحكيمي باش ياخذ بالون دور. المنتخب التونسي الله لا يكون فيه، شيمكم فيه المنتخب الوطني التونسي والبلعبيه نتاع تونس شيمكم فيهم. هذا حسب كلام سامي عوج. قال لكم اي ادعيوا ربي اتمنى للمنتخب المغربي ان يقوم بكاس عالم مميز لتسهيل الكره الذهبيه لاشرف الحكيمي. اسمع الضرب، اسمع كيفاه ضربات المغرب وضربات اشرف الحكيمي. الريحه نتاع تونس والملاعبيه نتاع تونس والمنتخب الوطني التونسي رد بالك تجبدهم. اوكي كهو فهمتوا الاولاد؟ الاولاد الناس الكل مع بعضنا. والله كي جيت تصور في الكاميرا تشوف واش قاعد نعمل تو. الناس الكل تدعي ربي، تهز يديها الفوق تدعي ربي باش المنتخب المغربي يعمل كاس عالم قوي على الاخر باش يسهل الكره الذهبيه لاشرف الحكيمي. تفهمنا الاولاد؟ ما غير نوصيكم الناس الكل في التعليقات فهمتي ادعيوا، ابداوا ادعيوا. شيمكم في المنتخب التونسي، شيمكم فيه هذاك اخر حاجه. حول ولا قوة الا بالله كهو، حول ولا قوة الا بالله. امشيو تو خذوا كلامي وقصوه وكل شيء وردوني انا فهمتي تبع في المغرب غير ما نوصيكم حاشا ما يستاهل. كلامي موجه لبعض العباد معناها اللي يترفقوا الفيديوهات ويقصوا منا ويزيدوا منا وكذا. باه نشوف الخبر اللي بعده. المشكل بنى صفة برا كعرر وعاود يا خويا تعرفش كيفاش هاكم مشى معاهم وعلى حساب الجامعة، وكان لازم فهمتني يقصوا له التذكره بتاع الطياره على حساب الجامعه التونسيه، وتو تعملوا له عمله هاكا باش ما نقولش كلمه اخرى. صافا هكا وانتم تكعروا وتعاودوا. تو يمشي معاهم ويقعد معاهم ويبات معاهم فرد شومبر فرد هوتيل ويعملهم الكل فهمتي، وتو تعملوا له عمله. صافا كي برا وتلاقوا في حاجات اخرين. سايبوا عليكم الريق الفارغ، سايبوا عليكم كرهتونا فيها الكوره. باه يا سيدي معز مستيري: تفاجأنا كيرينا ولد اللموشي طالع في الكار وعاودنا نبهنا عليه. اسمع كل لغه بقل تحيه، نبهنا عليه. موعد تصوروا معناها انت لموشي هو ولده. تصورني انا مثلا انا اونترونور، انا الناخب الوطني ومعايا ولدي، يجيني مسؤول يقول لي يا اخي جنتي عرفتوا هذه الاولاد بتاع قله التربيه. شبيه شنو اش تعمل هنا يا اخي؟ مش نبهت عليك انا؟ ويبدا شدوا هكا من وزنه كي فهمتني يا اخي، انا مش نبهت عليك مع الجي بر امشي روح بر ويدزوا كي
هكاك عباره هكاك معناها. معز المستوري فاجأنا كرينا ولد اللموشي طلع في الكار وعاودنا نبهنا عليه. برا عيطوا له الحاكم مش خير، عيطوا له الباكا فهمتي تجي تهزوا مش خير. عملتوا العار، عملتوا الريحه، راكم عملتوا العار، يهديكم ربي عملتوا العار. موعد دربي في السوبر وحضور الجمهور، حول ولا قوه الا بالله. باقي بشيء مكبشين فيه. باه نشوفوا الخبر اللي بعده. النقل التلفزي لودية الغد ضد المنتخب النمساوي. الولاد انا راني هبطتها والابليكاسيون تاع ديوان سبور. وين هاي استنى، ديوان سبور هبطتها الابليكاسيون فهمتني. وحاطين لي استناني ساعه، حاطين لي ماتش. نكليكي لهنا على ماتش فهمتني. حاطين لي شنو تونيزي واوتريش وتونيزي وبلجيك. حسيت كي نزلت على تونيزي واوتريش قال لي تدفع 4500 فرنك. يا اخي دفعتهم فهمتني. جاوني بالدرهم الاماراتي طلعوا يمكن 12 درهم ولا قداه فهمتني. وفما الماتش اللي بعده هاكا ماتش تونيزي في اس بلجيك سيزون 25 26. هذه بقداه سعرها السيزون 25 26؟ سعرها 99 درهم معناها تقريبا مانيش عارف قداش حسيتو. كاو انا قلت لكم انا باش نتفرج في ديوان سبور خاطر حاب هذا بيا على معلق تونسي. كاو باه نشوفوا الخبر اللي بعده. يا سيدي العربي سناقريه شنو يا ستار تستر. عربي سناقريه وصبري اللموشي باش يطلع منه. تراه خلينا نشوفوا. يزينا من التفاهات. هاي باه منك باه يا عربي سناقريه باه. شنو هو المشكل؟ لبوش يجيب ولده عمره 16 سنه معاه في التربص. فوالا والله يرحم والدي والديك. برافو السب خويا. وعربي سناقريه القمه. القمه نتاع التفاهه ونتاع تشعيل النار والفتنه في الكوره وكذا وكل شيء. وكيف نطق في الاخر. قال العربي سناقريه زينه ما تفهمش شنو المشكل. لموش يجيب ولده عمره 16 سنه معاه في التربص. ايش فيها ترى ما فيها حد شيء. باه نشوفوا الخبر اللي بعده. الياس العاشوري شنو قال لكم؟ ما نحبوش نلعبوا كان 3 ماتشوات. باهي خويا ورينا روحك. ما هو عندك زاد انت عندك راهو الفازات نتاع خليل العياري التعويج والتفسيخ هذاك راهو عندك منهم. ما عندنا برشا ما ريناكش خويا قاعد تفسخ. اخويا ما حاجتناش بالكلام حتى انا نطلع نتكلم والمشتركين تاعي يطلعوا يتكلموا. تنجموا تكلموا زي انتوما تنجموا. ما نحبوش نلعبوا كان 3 ماتشوات كلنا نجموا نتكلم. حتى نعيط لبنتي ولا ولدي الصغير تو ينجم يتكلم زاد. هو اعطينا الفعل الله يرحم والديك. الفعل خويا. راهو عندكم فرصه تاريخيه. التأهل للدور الثاني ولا اسهل من قبل في كأس العالم ولا اسهل برشا. معناها عندكم فرصه اقوى واكثر. وزيد الجروب ما شاء الله جروب باهي اللي عندنا تو مش كيما قبل. مش كيما الكيب ناسيونال قبل بالمحاباه وكذا وكل شيء. تو هكا نقصت شويه. يعني نقصت شويه صحيح. لموشي فهمتني عمل لك الصندوق الوطني التضامن 26 لكن الجمعيات الكل. اما تحس معناها باهي جروب نتاعنا المره هذه باهي. نجموا يعملوا حاجه نجموا نترشحوا حتى ثالثين ما فما حتى مشكل. باه نشوفوا الخبر اللي بعده. مدافع ريال مدريد شو قال؟ يؤكد على قوه منتخبنا الوطني ويعتبره منافسا جيدا للمنتخب النمسا. كالعاده هاني قلت لكم هاني حكيت عليه في الفيديو اللي فات. كالعاده يحبوا ينفخونا ويردونا معناها احنا قويين وكذا باش في وسط التيران فهمتي ترى عرض ما تصوروش في مخك. باه نعرفوها اللغه ذي. نشوفوا الخبر اللي بعده. هذوما شويه تصاور برجوليه الاولاد فهمتي. حتى الملاعبيه هكا فهمتي بتحسهم هكا معناها باهي. راهو كي الملاعبيه كيفاش نفسرها لكم انا باش نقول لكم يطيحوا القدر بينات بعضهم. لا كيما انت مثلا نعرفش انا مثلا خرجتوا ومشيتوا لبلاصه مثلا انت وصاحبك فهمتني. تصور صاحبك انت ماكش مطيح معاه القدر معناها نعرفش كيفاش نفسرها لكم. مش كيما من الاول صاحبك مازلت كي عرفت عليه. مش كيما مثلا عندكم برشا ملي تعرفوا بعضكم فهمتي ماخذين على بعضكم تفدلكوا كذا فهمتني. تفدلكوا حتى تفدليك مارس بينات بعضكم. انا نتصور فهمتي الجروب تو فهمتني بداو فهمتي يعرفوا بعضهم بالكدا ولاو صحاب ولحمه واحده وكل شيء يفدلكوا مع بعضهم. ما نعرفش انا تحسوا معناها القدر عرفتوا القدر كي يطيح شويه برك مش برشا شويه كهو تولي اللحمه باهيه تولي معناها صحبه باهيه ويفهموا بعضهم وكذا وكل شيء. ما فماش لا كامبين ولا حتى شيء. باه هنشوفوا شويه بالطبيعه تصاور هاكم فهمتني. يضحكوا والله اعلم على شنو يضحكوا فهمتني. كلهم يضحكوا. ربي يبقى عليكم الستر وان شاء الله خويا تعملوا لنا حاجه باهيه. حسيتها بالدور الثاني كهو رانا مش طالبين مستحيل. الدور الثاني تنجموا تاهلوا حتى 30. باه نشوفوا الخبر اللي بعده. ايوه فما زاد الكاف يصدم الانديه بقرار صارم والاستبعاد يهدد الكبار. اش فما الكاف حسيلو هاي الكاف يحدد الموعد النهائي لتقديم بتاع الترخيص النهائي. حسيلو باش يوخر في الترخيص مزمبر عليه. ما عادش ينجم يقدم ولا شنو فهمتني. حسيلو هذا هو الترخيص كل ما عليناش. باه نشوف الخبر اللي بعده. غدا تبث قناة ليكيب تي في مباراة النمسا وتونس مجانا في فرنسا. القناة رقم 21 على TNT والبوكس وشنو بداية من الساعة 9 غير